راه حبيبي انت لك شي سؤالات بزاف اخلط دار الشر، قلت زعما فيسا وادي واخلط دار الشر وربي يا. قال لك انا ما نقدرش نصلي الفجر واسمو ندير؟ شرب القهوه. ما تصليش الفجر واسمو دير شرب القهوه. لا انا عارفك راجل منين ما تصليش الفجر ما تشربش ما تريقش. من انا عارفك راجل ما تريقش، منين تنوض مع الصباح تريق والفجر ما تصليش. ها يا خويا الانسان اللي امن بالاخره ويعرف باللي اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه، ما ينعس كاع منين تنعس الناس كاع. اول ما يحاسب عليه عند لقاء الله يوم القيامه العبد هي الصلاه. ومنين ما تصليش الفجر ايش غادي تقول ربي؟ واحد قال له يا رسول الله فلان ما يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، قال له ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه، ولاو الوذنين تاعو القصاعين تاع المرحاض يتبول فيهم ابليس، ومع الصباح يلبس الكوستيم ويدير الكرافات ويدير بش 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 وقال لك نمشي نخدم الريحه. راك الليل كامل وذاك العفريت نتاع ابليس ما عرفت اسمه يدير لك تما مال تخربيق انت حسب تروح كراجل انت مرحاض يتمشى مرحاض لابس السروال، مرحاض لابس السروال. والله الا مليح يديروا عليه هذيك واحد الفيلم تاع الكرتون، مرحاض ولابس السروال ويتمشى مرحاض. ترضى انت تكون مرحاض نتاع ابليس؟ لا تشماتيت هذه تشماتيت هذه. لو كان بال عليه شي راجل بال انت لمك وانت لمك، ها هو يبول عليك عمره ما هضرت معاه وتعجبك عاد. الصلاة خير من النوم. وزيد يعدل وذنه لابليس يبلاصيها مليح وما يسمعش الاذان، وابليس واسمو يدير في ذيك الوقيته يدير الحس، يسمع غير الحس نتاع ابليس. قال رسول الله اثقل الصلوات على المنافقين صلاتي الصبح والعشاء، وان كنا على عهد النبي نرى ان المتخلفين عنها منافقي معلوم النفاق. قال رسول الله من صلى صلاة الصبح والعشاء 40 يوما في جماعة لا تفته تكبيرة الإحرام كتب الله له براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. يلا أرى ما تشوف. أنا حسابي غادي يقول لي شي سؤال، يقول لي زعما راني نقوم الليل، زعما قول لي واش نصلي 60 حزب في الليله ولا غير 30 ساعه؟ قال لي ما نصليش الفجر. قال يا ولدي الحق يا عجرود الحق. واش تقول في الراجل اللي يدخل الغار على بعد 20 كيلومتر باش يجيب الفلوس باش يمشي يفسد في وجده، والموين تاعو ما تصبش حتى باش تسد الرمق نتاعها. يا الله يدخل 20 قال لك 20 كيلومتر فكاين 20 الناس تدخل كاع 20 كيلومتر، كاين 20 كيلومتر تحت الارض كاينه، كاين 5 كيلومتر. ايوا غير كاين 5 كيلومتر اللي كاين اكثر، 5 كيلومتر تحت الارض باش يجيب الحديد ويجيب كذا وشوف واش يولي ولا ما يوليش. وكيخلص في الكنزينه يخلي امه ما عندهاش زلاميط، ما عندهاش البوطه، ما عندهاش الدقيق، والحاجه اللي يفكرها فيها الاولى يمشي لوجده قال لك ويمشي يعطيهم لمن في خاطر السانسونكات اللي ما تقدرهاش الديوانه. اضحك الله سنكم. هذا راجل هذا راجل هذا راجل هذا قادوس، هذا قادوس. تعرف اسمه القادوس؟ هذا قادوس تمر منه القاذورات. قادوس لأن الفلوس حلال ودخلهم واسمه دخلهم حرام للجو، ولا بحال القادوس نتاع الواد الحار. فأصبح المال مما يلوث به قلبه ويلوث جوارحه، فهو زاده إلى النار إن لم يتب. ما نزيدوش هضره أخرى. الشيء الاساتذه يسكنوا هنا ولادهم ما يصليوش، غير الاساتذه مساكين اللي ولادهم كاين اللي ما يصليوش، وحنا الفقهاء ولادنا يصليوا، والتجار ولادهم يصليوا.
واللي عندهم القهاوي ولادهم يصليوا، واللي راهم يدخلوا للغار 50 كيلومتر ولادهم يصليوا. زعما كيفاش انت بغيت زعما تقول غير شال الغريبه انت هذا السؤال؟ وين الغريبه؟ ولد الاستاذ هو ولدي، وولد التاجر ولدي، وولد القاضي ولدي، كاع مسلمين. أحب لأبناء الأساتذة وأبناء المعلمين وأبناء التجار وأبناء العاملين كلهم أحب لهم الخير، وأحب أن يكونوا قدوة في الخير. ولذلك أنت لا تميز عند الدعوة بين أبناء الطبقات فكلهم مسلمون. ونحب الأساتذة أكثر والمعلمين، لأن المهمة التي يقومون بها هي مهمة الأنبياء. عاونهم شوية في ولادهم، هم راهم يقريونا ولادنا ويربيونا ولادنا، نعاونهم شويه في ولادهم. كيما يا نظر كل راني نظل نجري وراني سامح في الاولاد عمرو ما جلست بهم. تمنيت لو كان يصحبوا لي المؤمنين ولادي يردوا بهم وكذا، وكي غادي ندير انا درك؟ ولا نمشي ونخلي لولادي ولا تلبطوا بهم الشعفات تبقاو ثاني تقولوا يا النهاري اللي يظل يزقي في الجوامع ولادو كي دايرين. ايوا علاش ما تعاونيش ولا تخليني غير بوحدي؟ ايوا نولي حتى انا لداري ونشوف واش اسمه كاين. ايوا كل واحد يقبض دارو. نتعاونوا 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 نتعاونوا. أنا تلميذ كنت حافظ 15 حزب وكنت مواظب على الصلوات منذ مدة. انقلب الأمر رأسا على عاقب، فأصبحت مدمنا على شرب الدخان والأنترنت والشاط. حياتي أصبحت جحيم. هذا الإنسان، هذا الشاب الذي يكون مستقيما في بداية حياته فيحدث له انحراف، غادي تدور على السبب. تعرفوا السبب واسمه هي؟ تعرفوا السبب واسمه؟ رفقة السوء. فلو ظل هذا مع الرفقة الصالحة لما تركته أن ينحرف، ولكن قال لك وليت ندخن. شكون منين جاب الدخان؟ منين جاب؟ حبيبي دير قارو يقويرو وفي الاول يعطيه لك ويزيد يشعل لك. انت راجل كبير، وجه الله يعفو عليك اخويا. في الاول عطاه لك، هو عطاه لك وانت ما بغيتش تردوا لان تحشم. انت راجل واش يقول لك واش تقدر انت تدخل الدخان للصدر نتاعك؟ انت لو كنت راجل اللي تدخل تبقى تقيه. يقول له حتى يبقى يطوش بالدم، بغى يولي راجل. الصحبة السيئة. الرجل على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا سقط أولادنا في مثل هذه الانحرافات بسبب الصحبة السيئة فأدركوهم يا أبناء المسجد. ما نبقاوش أدركوهم أنتم المؤمنين، نزلوا عندهم أنتم الطباء نزلوا عند المريض ما تستناش يجي. المريض شحال من مرة يقول لك أنا ماشي مريض، اللي مريض بالعقل يقول لك أنا ماشي مريض، حتى نكتفوه ونديوه لأن ما يعرفش مصلحته، لأن العقل ما بقالوش، لأن راه في القبضة نتاع الشيطان، والشيطان وصحابه ما غاديش يطلقوها لك بسهولة. هود عنده الدق مع الأبالسة من بين أظافرهم وجيبوا. واش العالم الوافلاني رجل السلطان وانت واسمو تقول فيه؟ يا خويا واسمو هذا الغير. هل يجوز أن نذهب إلى سوق مرجان في رمضان ونحرم بنا بالخير؟ أنا مرجان راني دائما نهضر عليه. قلت لكم مرجان يسميوه هرجان، الهرجين ماشي المرجان. احنا اللؤلؤ والمرجان هي كلمة قرآنية، والمرجان من اللؤلؤ الذي يستخرج من أعماق البحار. فلماذا نسمي الأسماء الكريمة على هذه المتاجر التي إنما صممت ضمن مخطط لتقريب الخمر من المواطنين ومحاربة الدين ومحاربة التدين ومحاربة عقول وأفكار المسلمين الملتزمين؟ علاش نسميوه مرجان؟ علاش ما نحشموش؟ علاش نسميوه جون جاك روسو، نسميوه موليير، نسميوه جوليا، نسميوه ميكي، نسميوه ميرو، بصح نسميوه مرجان اللي يبيع الخمر. كلمة قرآنية. لو كانت الأمة عندها حس ديني غير على السمية ما تسالكش. ولكن 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 وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم. يا رب كما جمعتنا هنا جمعنا قدام حبيبنا رسول الله. يا رب اعطينا واحد الحياة طيبة، يا رب اعطينا واحد الموتى مباركة، يا رب ذاك النهار اللي تخرج هذا الروح
ونساق إليك مجرمين مذنبين، ويهال علينا التراب، ويعود الأحباب، ويتخلى عنا الأهل والأصحاب، وتغلق دوننا سائر الأبواب، ولا يبقى حينها إلا بابك يا تواب. وهناك ربي لا تتخلى عنا حين يتخلى عنا خلقك. هناك ربي أنس وحدتنا وأذهب غربتنا وأذهب وحشتنا. هناك ربي نور قبورنا واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. يا ربي ذاك النهار رحنا نجتمع في رمضان، يا ربي ذاك النهار رحنا نجلسوا مع اخوتنا في الله، يا ربي ذاك النهار رحنا نتنصحوا في سبيل الله، يا ربي ذاك النهار اللي رحنا نصوموا يا ربي، ولذاك النهار اللي رحنا نقوموا يا ربي. يا ربي ذاك النهار ما تسمحش فينا، يا ربي لا سمحت فينا شكون